ثم ذكر البخاري عليه رحمة الله حديث فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا. هو محمد ثلاثا، فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي الحديث إثبات وجود عذاب القبر وأنه حق، حتى إن علماء أهل السنة ذكروا أن من صفات أهل السنة إثبات عذاب القبر أو إثبات فتنة القبر، وأن من علامات أهل البدع إنكار فتنة القبر. وقد أنكر فتنة القبر المعتزلة قديما، وأذنابهم حديثا، وهم العقلانيون، ويزعمون أن القرآن يدل على عدم وجود عذاب القبر. في قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. قالوا إذا قاموا من قبورهم قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا. قالوا الآية إذن دليل صريح على أنهم كانوا نائمين في قبورهم، فأين عذابهم؟ لا وجود للعذاب. قالوا لا وجود للعذاب. وأجاب العلماء عن الاستدلال بهذه الآية بجوابين. الجواب الأول: قالوا الناس ينامون في الدنيا، لكن بعضهم يرى منامات مزعجة وبعضهم يرى منامات مريحة، فالذي رأى المنامات المزعجة في نومه يقوم ويقول: كأني لم أنم، ويا ليتني لم أنم، من شدة ما رأى من المنامات المزعجة. فكذلك هم قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا، كانوا نائمين بالعذاب، كما أن النائم في الدنيا ينام ويتعذب في منامه. والجواب الثاني أن يقال: قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا، أي بالنسبة لما سيحصل لهم من العذاب في جهنم، العذاب الذي نالوه في قبورهم كأنه منام، فبالنسبة لما سيحصل لهم من العذاب في جهنم كأنهم كانوا نائمين. وهذا من أقوى ما يستدل به النافون لعذاب القبر، هذه الآية في سورة ياسين، ولا دليل لهم فيها.